يعني كربون هيدروجين اكسجين، كربون هيدروجين اكسجين، هو ده المركب بتاع اي اكل انت. العمليه اقوى عمليه على وجه الارض بتنتج طاقه جوه جسم حضرتك هي حرق الجذور الحره اللي انت الحره اللي هي بقى اللي انت بتاخد لها انتي اوكسيدنت. يعني الجذور الحره دي مفيده او الجذور الحره دي لو ما اتكونتش الايودين ما يعرفش يكون معاك هرمون الغده الدرقيه. عصبي اقوى ناقل عصبي في الجسم اللي بيحرك عضلاتي اسيتايل كولين، اللي بيطلع من العصب الحائر اسيتايل كولين اهو ناتج حرق الدهون اهو. مفيش اكسجين اكنك عملت للميتوكوندريا رفد من الخلايا. ايه الخلايا العضليه اثناء التمرين العضلي القاسي بتحرق جلوكوز. ليه؟ عشان مش عارفه تحرق دهون، عشان الميتوكوندريا عطل بتتحرق. انا ما بعيش على الجلوكوز اللي بيتحرق، انا بعيش على الدهون اللي بتتحرق. كل ادويه الستاتينز اللي هو بقى الاتروفاستاتين والاشباه والليبيتور والاتور بيضربوا الميتوكوندريا. واقرا كده لما حد بيشتكي يقول لك كالورابدومايوليسيس، خلايا العضلات اتكسرت واتقطعت دلوقتي عشان كسرنا الميتوكوندريا. بس حبيبي روح بقى اللي ده اللي نزله في الارض، بس ما تزعلش على نفسك تاني. هتكلم عن بدايه عن الميتوكوندريا يعني. خلاص، الخليه بتاعت جسم حضرتك بتستقبل بتستقبل الموارد الغذائيه كالاتي صوره سكريات زي الجلوكوز والهكسوزس كلها، الفراكتوز والجلاكتوز والحاجات دي. بيستقبل دهون متورده له او انتاجه المحلي في صوره ايه؟ تراي اسايل جليسرول اللي هي ايه؟ الدهون الثلاثيه. يبقى انت بيجي لك سكر، بيجي لك احماض امينيه، بيجي لك احماض دهنيه ودهون. الخليه بيوصل لها الاكل جلوكوز او امينو اسيد او دهون. المهم تركيبهم كلهم على بعض بيسموهم الهيدروكربونز، الاجسام الكربون والهيدروجين، لانها عباره عن سلاسل كربون متسطبه من فوق ومن تحت في هيدروجينات على اكسجين. عشان كده الناس اللي بياخدوا كيمياء حيويه اللي هي اسمها اورجانيك كيمستري بيجي يتكلم عليها في البدايه، يقول للطلبه ايه يا جماعه؟ الكيمياء الحيويه هي كميه المركبات المحتويه على هذه الذرات: الكربون، الهيدروجين، الاكسجين. ومن هنا بيبدا الكلام المحترم، من هنا هنبدا كلام كويس. خلاص، يبقى وصل الخليه سكر دهون احماض امينيه. حلو. السكر بعمل فيه عمليه جوه الخليه، بس انا لسه ما عنديش ميتوكوندريا. الميتوكوندريا دي مستعمرات داخل الخليه. انا بره دلوقتي، جوه دخلت الخليه من باب الشقه، دخلت فمعايا سكر اللي هو جلوكوز، معايا دهون، معايا احماض امينيه. على سبيل المثال هم دول السكريات وبروتين ودهون. 3 كلمات اهو. خلاص، حلو. الخليه من دخلتهم الثلاثه مع بعض تقوم عامله عمليه تحليل مش حرق. الخليه لا تستطيع حرق ايا من مكونات اللي داخل لها، لازم الميتوكوندريا تتدخل، وده اللي احنا عايزين نحكي عليه. بستلم السكر واعمل عمليه تكسير من سداسي لثلاثي، اجي على الدهون اقسمها شاطرها من النص لمكونينها الاساسيين اللي هي الكحوليات والاحماض العضويه والاحماض الامينيه. كده جايه لي احماض امينيه. 3 كلمات. السكر هعمل فيه عمليه تكسير مش حرق. في فرق بين التكسير والحرق. الحرق يعني ايه؟ يعني انا اجيب الكربون احرقه واطلع منه ثاني اكسيد الكربون. هو ده ما بيحصلش جوه الخليه بدخل فيها ال3 حاجات دول، بتعمل عمليه شطر تكسير. تمام. بيفضل عندك المركب الايه؟ الهيدروكربوني، يعني كربون هيدروجين اكسجين، هو ده المركب بتاع اي اكل انت بتاكل.
خلاص ركز معايا في الكلمه دي عشان الحته دي مهمه. يعني هو انت في الاخر اكلك عباره عن كده CHO، ودي السلسله، سلسله كربونات جنبها هيدروجينات. سلسله ايه؟ كربونات، كربون 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 كربون، هيدروجينات اكسجينات، هيدروجينات اكسجينات. في الاخر كذرات انت CHO CHO CHO. خلاص ده كل ده المركب ده اللي هيخش لك، سواء انت امينو اسيد احماض امينيه، سواء انت احماض دهنيه، سواء انت سكر. تمام يا سكر؟ حلو. هتتحول للثلاثه دول، 1 2 3. الاولاني احرقه اطلع ثاني اكسيد الكربون، الاكسيديشن بقى. ما انا دلوقتي عايز اعمل اوكسيديشن يعني هدخل اكسجين وهحرق، فدخل اكسجين على الكربون بقت كربون دايوكسيد. طب اما اعمل اوكسيديشن للهيدروجين، اعمل ميه. يبقى العمليه اقوى عمليه على وجه الارض بتنتج طاقه جوه جسم حضرتك هي حرق الهيدروجين. تاني، يبقى انت استلمت كربون هيدروجين اكسجين، انا بقعد اكسر المركبات دي بس ما بفقدش منها. يعني لا بعرف اطلع ثاني اكسيد الكربون ولا ميه والله. والاكسجين هعمل فيه ايه؟ هاكسده. يبقى انت اكسدت 3 CHO انت اكسدت 3 حاجات. اكسدت ايه؟ كربون هتطلع كربون دايوكسيد، واكسدت هيدروجين هتطلع منه ميه، واكسدت اكسجين هتطلع منه فري راديكلز، الجذور الحره. لان عمليه الاكسيديشن هي عمليه مش اكسجنه، يعني مش هدخل اكسجين بس، لا، واسحب الكترونات. فانا دلوقتي بطلع ايه؟ بدخل كربون فاحرقه باكسجين اقوم مطلع منه كربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون. ادخل هيدروجين احرقه باكسجين يعني اوكسيديشن اقوم ده اطلع منه ميه. ادخل اكسجين اعمل له اوكسيديشن وعليه اكسجين اطلع منه جذور حره. جذور حره اللي هي بقى اللي انت بتاخد لها انتي اوكسيدنت. يعني الجذور الحره دي مفيده. اقول لك معلومه تحطها حلقه في ودنك، الجذور الحره دي لو ما تكونتش الايودين ما يعرفش يكون معاك هرمون الغده الدرقيه. يبقى السوبر اوكسايدز او الاكسجين الاكتيف او الفري راديكلز اللي هي الجذور الحره ليها فوائد. لو ما فيش جذور حره يعني ميه الاكسجين والاكسجين اللي هو الفري راديكال ده ما اعرفش اموت ميكروبات. الفاجوسايتس اللي هو الماكروفاج اما بتيجي تقلب شويه بكتيريا فقبل ما تروح تاكلها بتقوم دلقه عليها ميه اكسجين، اوكسيدايزنج، ياخد منها الكترونات يموتها، يبوظ الغشاء الخلوي بتاعها، ياخد منها الكترونات يأكسدها فتموت. زي الكلور في اما انت بتستخدم كلور في الحمام اللي هو الكلورين، او بتستخدمه في الميه اما بنحط كلور على الميه عشان هو اوكسيدايزنج فيقوم واخد من البكتيريا الالكترون يموتها. ده طريقه الديس انفكتنج. يعني انا بموت ازاي؟ بس انا ما اعرفش لا اشربك ديتول ولا احط بتادين في الدم عندك، فانا بلعب اللعبه دي من جوه. ماشي؟ الجذور الحره دي ليها فوائد يا بابا انت وهو. الفكره ان انت الجذور الحره دي بقى بتعمل عمليه اوكسيديشن للايودايد فيبقى ايودين، فالايودين يخش في تصنيع الغده الدرقيه. انت فهمت القصه ولا لا؟ يبقى انت عندك كربون، عندك هيدروجين، عندك اكسجين، لازم يحصل عمليه اكسده للكربون يطلع كربون دايوكسيد، واكسده للهيدروجين اطلع ميه، واكسده للاكسجين اطلع منه جذور حره. 3 كلمات. ما بيحصلش الكلام ده كله غير فين؟ غير في الميتوكوندريا. يعني الخليه اللي ما فيهاش ميتوكوندريا ما تعرفش تعمل اللي انا حكيت عليه. الله، يعني كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا، فالجلوكوز اللي بيخش والدهون مش هيتحرق يا بابا. ما بيحصلش حرق. عشان كده محدش يقول لك الكرات الدم الحمراء بتحرق اكسجين. ما بتحرقش هي اكسجين، هي الطاقه مش محتاجه طاقه كتير اصلا. كرات الدم الحمراء يعني كرات الدم الحمراء وهي بتجري في الدم، هي بتجري في الدم كده مع السلامه، هي بتجري، الدم بيحركها، ما عندهاش
خياريه انها تقف وتقول مش هجري. لا، هي زي كرة البنج كده، تقعد تجري قدامك ما تقفش، ما تقفش. ماشي؟ يعني كرات الدم الحمراء بتجري مش محتاجه طاقه. الجلوكوز ده بتاخده بتطلع منه 2 اي تي بي بس واحده بس. جلوكوزات اي تي بي، قصدي طلع 2 اي تي بي بس هو ده اخره عشان احافظ بس على ان ما يبقاش جوه في حموضه، وان ما يبقاش جوه برضو اعرف اصل الديسكات. كرات الدم الحمراء ديسك يعني ايه؟ يعني اسطوانه شايله جوه حديد. الحديد ده سام، وظيفتها الوحيده في الدنيا تحافظ على الغشاء بتاعها. بص بقى، كرات الدم الحمراء بتتعامل مع السكر من نوع من انواع التكسير مش الحرق. ما بيحصلش حرق طول ما مفيش ميتوكوندريا مفيش ايه؟ مفيش حرق. طب بص بقى، يبقى احنا دلوقتي كربون احرقه اطلع كربون دايوكسيد، هيدروجين احرقه اطلع ميه، اكسجين احرقه اطلع جذور حره. ماشي؟ ايوه خلاص، انا قلت اهو. طيب ايه هي بقى الميتوكوندريا؟ الميتوكوندريا دي عباره عن ايه؟ عباره عن مستعمره ومتحوطه بسور قلعه، مستعمره كبيره وليها سور. وده عاده زمان الناس كانوا بيعملوا القلاع سورين وبينهم مسافه، نفس الفكره بتاعت الميتوكوندريا بالظبط. يبقى ايه؟ يبقى هنا في سور وورا سور عشان امن. ماشي؟ يبقى ايه؟ يبقى الميتوكوندريا دي مستعمره عباره عن 15 مصنع تقريبا ل 20 مصنع، شغلتهم وايدي عامله. يعني خلي بالك انت دخلت المستعمره دي عباره عن مصانع وايدي عامله بس. مصانع وايدي عامله بس. مين اللي صنعهم؟ هي اللي بتصنعهم. دي حدوته تانية. يبقى انا كمركب كيميائي هدخل الميتوكوندريا عشان اتحرق جوه، ببص الاقيها جواها فيها ايه؟ مصانع وايدي عامله، عمال ومصانع بس ما عندهاش طاقه. ما عندهاش ايه؟ طاقه. انا بخش بوفر لها الطاقه عشان هي تقوم ايه؟ بمهمتها. هي ليها مهمه ايه؟ اتخلص من الكربون والهيدروجين والاكسجين. اتخلص ما انا بتخلص، ما هو ده الاكل اللي عايز اتخلص منه عشان اخد منه طاقه. طب ركز معايا، لو انت جبت الكربون وحرقته يطلع حراره، ولو جبت الهيدروجين وحطيته مع الاكسجين، خلي بالك ده فلامابل وده بيرنينج، ده قابل للاحتراق وده مساعد على الاشتعال، وسخن عليهم ميه، سخن عليهم نار يطلع ميه بس يطلع طاقه انت ما تستحملهاش. الهيدروجين بيفرقع، فانت لازم يحصل عمليه حرق الهيدروجين وحرق الكربون داخل مركب خارج عن الخليه، وعنده قدره على التعامل مع هذه الطاقه. عشان كده التفاعلات اللي بره الميتوكوندريا ما فيهاش حرق نهائي. عمليه الحرق او الريدوكس، الاختزال والاكسده، عمليه جوه الميتوكوندريا. الناس كاتبه الميتوكوندريا بيت الطاقه، ده انا هضحكك، ده الميتوكوندريا طلع ليها وظائف اكتر بكتير منها بيت طاقه. بس الفكره انت دخلت لقيت مصانع ايدي عامله قاعده مستنيين بنزين فلوس ومستنيين مواد خام. مستنيين ايه؟ فلوس بنزين ومواد خام. انت بقى بتدخل اول ما تخش على الميتوكوندريا بتلاقيها منظرها عامل كده، غلاف من بره احمر يعني بيعدي حاجات وحاجات، يعني ازرق ما بيعديش حاجه غير بالاوردر. يبقى هو في غلافين اهو، غلاف بره وغلاف جوه. ادي القلعه، شفتوا القلعه؟ هي مش قلعه قوي بس هي تمام. خلاص؟ ما تفهمش يا ابني غلط منك ليه؟ انا قصدي قلعه مش قلعه، قلعه وليها سورين اهو، صوره اهو وصوره اهو. تمام. اول ما بتخش اول مصنع وايدي عامله شغاله قدامك
محرقه الاحماض الدهنيه. يبقى حرق الدهون لا يتم غير في الميتوكوندريا. عشان كده قلت من شويه النسيج الدهني الداكن او اللي هو لونه بني شغلته حرق الدهون عشان اطلع طاقه. ما حدش قالك روح خد معلقه السكر دي عشان تطلع الطاقه، لا، انا مستني دهون حضرتك، انا بحرق دهون اطلع حراره. فين؟ تحت الجلد، تحت الجلد بدفي جسمي. دلوقتي انت دخلت لقيت الميتوكوندريا دي مستعمره، حواليها سور زي سور القلعه، ليه واحد براني بيعدي حاجات وحاجات لا، الجواني ما بيعديش غير بالاوردر. دخلت لقيت اول مصنع محرقه الدهون. محرقه الدهون دايما انا برسم ايه الاحماض الدهنيه بالمنظر ده. خلي بالك الدهون كلمتين عشان ما تنساش، كحولات لازق فيها احماض، كحولات لازق فيها احماض، كحولات جليسرين كحول، كوليسترول كحول، سفنجوسين كحول لازق فيهم احماض دهنيه. تراي اسايل جليسرول او تراي جليسرايز او الدهون الثلاثيه عباره عن كحول جليسريني ولازق قدامه 3 احماض دهنيه. يبقى الدهون الثلاثيه ثلاثيه لان هم 3 احماض دهنيه، احماض عضويه لازقين في عمود جليسرين. خلاص انا بدخل جوه الاحماض الدهنيه الجليسرين بره، عشان كده بدخل اللي هيتحرقوا الهيدروكربونز. محرقه شغاله بتطلع لي مكون، سيبك منه اللي هو الاخضر ده. المهم اول محرقه شغاله عندك محرقه ايه؟ الدهون. اول محرقه شغاله عند حضرتك محرقه الدهون، شغاله على حسها بالمركب ده اللي بتستخدمه كعمله طاقه مؤقتا، حاجه اسمها الكريبس سايكل، مش هتكلم عليها دلوقتي. حاجه اسمها كريبس سايكل. عن طريق الكريبس سايكل دي وعن طريق الكريبس سايكل بس، يعني انا حرقت الدهون ما حرقتهاش، انا كسرتها لحد ما وصلتها كربونتين. ان شاء الله تكون انت حمض دهني 16 او 20 زي اللينولينيك او 22، ان شاء الله اكون اوميجا 9 ولا اوميجا 6 ولا اوميجا 3، هحرقك هنا. كل الدهون اللي بتخش جسم حضرتك بتتفلق بره المصنع ده، بتتفلق جليسرين بره، جليسرين بره، وده اللي بيعلي السكر. جليسرين بره، اسمع الكلمه، جليسرين بره علي السكر، ودخل هنا الاحماض الدهنيه وهي اسمها احماض عضويه. اوميجا 3 بقى اوميجا 9، لا هي مش اوميجا اصلا، هي ساتيوريتد زي البالماتيك. هدخلهم المحرقه واطلعهم في الاخر في صوره كربونتين اسمه اسيتايل كو اي. الاسيتايل كو ايه ده، واحفظ الاسم ده عشان هيكمل معانا وما تنسوش ازاي، لان في شبه حاجه اسمها اسيتايل كولين، انت تعرفه كويس. ده ناقل عصبي، اقوى ناقل عصبي في الجسم اللي بيحرك عضلاتي. اسيتايل كولين اللي بيطلع من العصب الحائر، اسيتايل كولين اهو ناتج حرق الدهون اهو. اسيتايل اسمه اسيتايل كو ايه، في فرق بين ده وده بس ده بدايته. الاسيتايل كو ايه يشغل الكريبس سايكل كوقود، احرق بيه الكربون. يبقى اول حاجه اتحرقت معايا من المركبات اللي داخله الكربون. عملت ايه؟ كربون دايوكسيد. ما بينتجش بره، لا بينتج جوه بس الميتوكوندريا. السي او 2 ما بيطلعش بره، يبقى انا ما حرقتش بره الميتوكوندريا. يبقى الخلايا التي لا تحتوي على ميتوكوندريا لا تحرق ولا تنتج الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون. يبقى انا حرقت الكربون دايوكسيد وانا شغال بدي. بيفضل عندي ايه بقى؟ الهيدروجين والاكسجين. يبقى يطلع عندك هيدروجين وايه؟ واكسجين. ادخلهم بين الغشائين مع بعض يعملوا لي ميه واطلعها بره الميتوكوندريا. سهل. لا الكريبس مش هتكلم عليها النهارده لانها صعبه، انا بس اديت هنت. يبقى دخلنا لقينا يا جماعه مصنع، اول مصنع بيقول لك انا مصنع هدم وتحويل الدهون او الاحماض الدهنيه لراتش. ادي اول مصنع شغال. المصنع رقم 2 كريبس شغال على ايه؟ على الراتش اللي طلع من عند حرق الدهون، هي اللي بتديني طاقه. حلو الكلام. في عمليات تانية بتحصل تصنيع
بصنع الكيتون بوديز من المركب الاسيتايل كو ده، بعمل منه كيتون بوديز. ركز معايا، بصنع الكيتون بوديز فين؟ في الميتوكوندريا. وبكسرها فين؟ في الميتوكوندريا برضو، في الحته اللي انا هستخدمها فيها. يعني انا لا بصنعها هنا في الميتوكوندريا بتاعت الليفر، وبكسرها في الميتوكوندريا بتاعت العضلات. فهمت حاجه ولا لا؟ ميتوكوندريا بعد الميتوكوندريا، الخليه ملهاش دور. الخليه ملهاش دور. واللي هفاجئك بيه دلوقتي ان الميتوكوندريا دي بتفكر لوحدها بره الخليه. بره الخليه. عشان كده معظم علاج الكيماوي بيضرب الميتوكوندريا. يعني علاج الكيماوي بيضرب الميتوكوندريا، بيوقف الخليه. واللي بيحصل لحضرتك سخونيه بعد الاكل عشان الميتوكوندريا بتاعتك مش شغاله. وده اللي انا هقوله لك النهارده. لو طلع الهيدروجين هنا وما طلعش اكسجين، دي بتعطل، بتقف، لان الهيدروجين بيتحوش بين الغشائين. وقف الميتوكوندريا تعطل. ده وجعتني بقى، معلش. خلاص انا حرقت في الكريبس الراتش اللي جالي من الدهون، طلعت كربون دايوكسيد، هيبقى حرقت هنا الكربون بس فضل عندي بقى حرق الهيدروجين. وده لو حرقته حرق طبيعي عادي وطلعت منه ميه كده، انت تفرقع والميتوكوندريا تفرقع ودماغك تفرقع واللي جنبك يفرقع، واحنا كل بقى اكله تطفحها احنا نفرقع جنب حضرتك. لا، اقف هنا بقى. ده احنا هنا في مصنع ثالث يخدم عليا اسمه الاوكسيديتيف فوسفوريليشن. انا باخد الطاقه من حرق الهيدروجين واعمل منها الاي تي بي، بخزنها في بوند اسمها الفوسفيت بوند. البوند دي بتبقى عامله ازاي؟ بجيب فوسفيتا واضغطها على مولكيول الاي دي بي كده، تبقى عامله زي الزناد، بحيث لو فكت تطلع طاقه. افكها امتى؟ في تفاعل تاني. يعني انت ما بتطلعش حراره يا دكتور، يعني ما بطلعش ميه وحراره زي التفاعل بره، لا بطلعه في حتت معينه. فين؟ في البراون تيشو، براون فات. عند البراون فات اعرف اجي عند الحته دي واطلع ميه كتير، وما اطلعش قصدي ما اطلع ميه كتير واعمل انكابلنج. يعني اطلع حراره بقى، ما انا هطلع جزء حراره، اطلع جزء حراره. يعني اعمل انكابلنج، اعمل فوسفوريليشن من غير اوكسيديشن، او اوكسيديشن من غير فوسفوريليشن. بدل ما اطلع اي تي بي، ما ده اللي بيحصل في بعض الامراض. يجي يخزن الطاقه اللي بتاعت حرق الهيدروجين في ميه في اي تي بي، ما يعرفش تطلع كلها حراره. ده اللي بيحصل في حضرتك بعد الطفح. انت بتاكل دلوقتي في التهاب عالي، سكر عمال يخش لك كتير. ايه اللي عمال يلف؟ كريبس 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 كريبس، وشغال قدامها الناحيه الثانيه حاجه محرقه الدهون. انت عمال تلف دي فطلع كربون دايوكسيد كتير، تبذل مجهود عشان تطلعه. واما الكربون دايوكسيد يعلى قوي عن حده وانت مش عارف تطلع الكربون دايوكسيد ده بره جسمك، فيقوم واخده. عندك نشاد رياله؟ عندي. تعال على الميتوكوندريا، نعمل ايه؟ نعمل الجلايسين، ابسط حمض اميني. الجلايسين اللي قلت عليه بيتكون من الهواء، شويه نشادر على ثاني اكسيد الكربون، المهم بس فين؟ في الميتوكوندريا برضو اهو. اعمل جلايسين اهو. يعني اخد الكربون دايوكسيد اللي طلع من الكريبس اللي عماله شغاله بتحرق كربون دايوكسيد بس، الهيدروجين ما بيتحرقش، والاكسجين يا دكتور ما بيتحرقش برضه. باخدهم احرقهم فين؟ بين الجدارين بتوع القلعه بره، عشان لو حصل حاجه وطلعت حراره ما تاذينيش جوه. يبقى 3 ذرات دخلوا الميتوكوندريا، كربون، هيدروجين، اكسجين. كربون بقى كربون دايوكسيد في الكريبس. ازاي يا دكتور؟ ما انا دخلت لقيت اول مصنع يا ابني، مصنع هدم الاحماض الدهنيه وتحويلها الراتش. خدت الراتش وعملت وقود من كربونتين، حرقت وانا بشغل الكريبس. اصل خلي بالك كلمه سايكل معناها ان ببدا وبخلص عند نفس النقطه. يعني السايكل دي مش بستفدتش منها حاجه، انت محطات 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5، بس اللفه دي بتشغل ايدي عامله بس عايزه فلوس، عايزه بنزين، عايز احرق كربون.
اديني بقى ستايلكوا ايه؟ جاي منين؟ من حرق الدهون. يبقى عمليتين بيخدموا على بعض. الكريبس دي حدوته كبيره هشرحها وقت تاني، بس دلوقتي لا. خلاص، يبقى احنا جوه الميتوكوندريا اول مصنع هدم الدهون وتحويلها الراتش. خدت الراتش شغلت الكريبس، وانا شغال باخد الراتش ده واعمل منه كيتون بوديز. يا نهار اسود، كيتون بوديز بتتصنع فين؟ في الميتوكوندريا. يعني عمليه مقصوده وتستهلك طاقه. الكيتون بوديز عمليه تستهلك الطاقه زي الكريبس تستهلك طاقه، وعايز احرق فيها واطلع منها كربون محروق. طب الكربون دايوكسيد زاد، هاتوا يا عم مع شويه مش قادر نعمل جلايسين او طلعه بره بقى. عشان كده الناس ساعات بيقول لك ايه بعد ما اكلت بنهج ويروح يكشف يلاقي غازات الدم الكربون دايوكسيد كتير. ايوه يابا، ما انت طافح لما معمي. الله، ما ده كربون يخرب بيت اهلك. الله، مش الكربون بنحرقه ونطلع نار؟ طلع كربون دايوكسيد من بقك وطلع ميه بيبي. اقول لك ميه بيبي، عملت انت ميه بيبي، يبقى الميتوكوندريا عندك شغاله كويس. خلاص، الخليه الواحده عندها ميتوكوندريا تكفيها ميه بالمناسبه، الباقي بنطلعه بره. عشان ايه؟ نخلص منه. ما انت كده كده عايش على الروابط الهيدروجينيه. انت عمال تكسر الروابط الهيدروجينيه، بس اللي بيحصل بقى من غير الميتوكوندريا ملوش لازم، او لازمته على قد خليه عمرها قصير. كرات الدم الحمراء خليه عمرها قصير، ما بتتكسرش، قصدي ما بتنقسمش، ما بتتجددش. هي ديسكات شايله جواها الهيموجلوبين. وبالمناسبه تصنيع الهيم يبدا في الميتوكوندريا. تصنيع الهيم يبدا في الميتوكوندريا. اول خطوتين واخر 3 خطوات في تصنيع الهيموجلوبين او الهيم جوه الميتوكوندريا. تشبيط الحديد في اخر لقطه في البورفيرين، هي دي بقى تحصل جوه الميتوكوندريا. يعني عشان كده لو ما عندكش ميتوكوندريا في نخاع العظم بتاع حضرتك، انت مش هتكون ار بي سيز. ولو ضربت فيتامين ب لما اتعميت مش شغاله. طب عايز اقول لك بقى معلومه تانية، ودي اهم حاجه وممكن نقفل عليها الكلام النهارده. خلاص، الميتوكوندريا في اللقطه دي محتاجه اكسجين، لان الاكسجين اللي عندي هنا عمال اطلعه مع الكربون دايوكسيد من بدري، فما عنديش اكسجين كفايه احرق بيه الهيدروجين ده، فلازم اكسجين من بره. فالاكسجين ده باخده مع نفسي. عشان كده العنصر الوحيد الذي لا يمكن الاستغناء عنه اكثر من دقيقه هو الاكسجين. لان بمجرد ما اكتم نفس حضرتك كده الميتوكوندريا بتفرقع. عارف ليه بتفرقع؟ عشان بتلف اللفه دي ويتحوش هنا هيدروجين، وهو مش هيدروجين بالمعنى الاصح، هو بروتونات صاحب الطاقه. البروتونات دي لو فرقعت انت مت. خلاص، اللي بيحصل بتفضل كاتمه على نفسها الميتوكوندريا وبتقوم مفرقعه جوه الخليه، وخليتك ماتت يا حبيبي. وما تزعلش على نفسك، بتموت في ثواني. المخ بيعطل، مفيش اكسجين اكنك عملت للميتوكوندريا رفد من الخليه ببساطه. عشان كده يقول لك ايه؟ الخلايا العضليه اثناء التمرين العضلي القاسي بتحرق جلوكوز. ليه؟ عشان مش عارفه تحرق دهون، عشان الميتوكوندريا عطلت. يا رب يكون اتفهمت. يبقى كرات الدم الحمراء هذه الكرة العارية من كل عوامل الحياة، لا فيها نواة ولا ميتوكوندريا ولا فيها بلا أزرق، هي حاملة للهيم أو الحديد الذي يحمل فوقه الأكسجين. والأكسجين لا يدخل في تفاعلات جوه كرات الدم الحمراء، تخيل، لأنه ملوش تفاعل. لا يحدث أكسجينيشن بره الميتوكوندريا أو أكسيديشن. يبقى لا يحدث أكسيديشن بره الميتوكوندريا. الأكسيديشن لإيه؟ للكربون ولا الأكسجين ولا الهيدروجين. بس الهيدروجين عايز من بره ايه عشان احوله ميه؟ عايز اكسجين.
والاكسجين لو عندي ما كفاش يبقى الهيدروجين هيتحوش، والهيدروجين لو اتحوش يبقى الميتوكوندريا ماتت. خلص الكلام ولا لا؟ يبقى الخلايا العضليه اثناء التمرين العضلي القوي وتقول لك ايدي شله ذراعي، يبقى لاكتيك، جلوكوز بيتحرق. انا ما بعيش على الجلوكوز اللي بيتحرق، انا بعيش على الدهون اللي بتتحرق عشان ملهاش فضلات، بتطلع كربون دايوكسيد يغور في داهيه، بتطلع هيدروجين يغور في داهيه، بتطلع اكسجين يغور في داهيتين. خلصت. يبقى معنى لا ما تنفعش اسمها خليه، هي مش سيل. كرات الدم الحمراء اسمها ديسك كرات. كورباسل يعني كرات بلاستيك شايله جوه ايه؟ اكسجين. اجري 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 اجري. طب اتزنقنا في حته فرقعي، طب عمرك عجزتي فرقعي، طب مش عارف ايه فرقعي. موجود بقى الطحال والكبد والرئه في النص عشان لو فرقعت وهي بتجري الحديد ما يجريش وما يترسبش في حته مش كويسه. تعمله سيكوستريشن، ريتيكولو اندثيليال سيستم، امسك دول واكلهم. خلي بالك انا الميتوكوندريا لحد دلوقتي ما قلتش هي عباره عن ايه. اصل هي عقل لوحده. المفاجاه ان الميتوكوندريا دي بقى لقوها جواها دي ان ايه منفصل، وفيها دي ان ايه يعني حاجه شبه النواه، ده شبه الخلوي، ده الميتوكوندريا شبه خلويه، شبه البكتيريا. يبقى اكن بكتيريا جوه خليه، بس البكتيريا دي شغلتها للخليه دي التنفس. الدي ان ايه بتاع الخليه دي لو خرج بره تبقى ثوره والخليه بتطردها، ولو خرج دي ان ايه من الميتوكوندريا على سبيل الغلط والخليه شافته بتحمي النيوكليوس بتاعتها وتقوم اللي هي النواه وتبقى عامله عليها شيلد قوي جدا، بتعتبر ده انقلاب عسكري عليها. يعني بتعامل الميتوكوندريا انها انها جوه، صح، جوايا انا كدوله كبيره، بس هو دوله ودوله انا قائم عليها. يعني تخيل ان خليه القلب الواحده نصها ميتوكوندريا. شوف بقى، ده فوق ده كله الميتوكوندريا مش عندها دي ان ايه بس، لا ده عندها دي ان ايه وعندها رايبوزوم اصنع منه بروتين. الله، البروتين هتعمل بيه ايه يا دكتور؟ هتعمل ايه بروتين جوه الميتوكوندريا؟ الله، ما انا عندي انزيمز يا ابني، مصانع وانزيمز جوه. امال انا شغال كريبس ازاي وبحرق ازاي؟ ما هو المصنع بتاع تكسير الدهون ده بانزيمز، ومصنع الكريبس ده انزيمز، ومصنع حرق الهيدروجين ده انزيمز اسمها ريسبيراتوري سايكل. الله، ما دول انزيمز، دول بروتينات، اصنعهم منين؟ انا قاعد عندي دي ان ايه وعندي رايبوزوم، ابعت له الكود صنع لي ده. هتصنع ايه؟ بايروفيت كاربوكسيليز، اشتغل. هتصنع ايه؟ ماليت دي هيدروجينيز، اشتغل. هتصنع ايه؟ مش كده، انا بصنع بروتينات وقاعد انزيمات وقاعد مستني. جبت لي ايه جبت لك اوكزالو اسيتيك لف كريبس. جبت لي ايه؟ احماض دهنيه، شغل مصنع تكسير الدهون. جبت لي ايه؟ هيدروجين. لا، دخلني هنا بقى على الغلاف الخارجي. ليه؟ عشان نعمل بس هنتكلم بره كلمتين. فين؟ بين الغلافين دول بس اقول له كلمتين كده، هيدروجين على اكسجين، طلع طاقه، حط الطاقه في زناد مسدس اسمه اي تي بي. خلصت القصه. جنبي دول شغال مصانع تانية بقى، مصانع بقى على الهامش، مصانع الكيتون بودز موجود يا فندم، مصانع الهيموجلوبين موجود يا فندم، موجود، مصانع موجوده قاعده مستنيه. مصانع الجلايسين فين؟ اللي بصنع منه حمض اميني، اصغر حمض اميني واكثرهم انتشارا في الجسم كله، تلت جسمك جلايسين، اللي انت بتكونه من الكربون دايوكسيد والامونيا، اللي احنا طول النهار بنحسد النباتات على البناء الضوئي. لا، بتعمله، بس انت اللي بس ما بتفهمش، انت بتعمله انت كمان. امال بتصوم ازاي وما ينقص عندك كولاجينيه؟ انت بتعجز من قرف التين اللي بتاكله. سهل ولا لا؟ دي الميتوكوندريا، حدوته ما حصلتش. مفيش خليه ما فيهاش الشغل ده.
ما عدا كرات الدم الحمراء. مين تاني؟ ال 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 وده هضحكوا بقى، اللي هو الحيوان المنوي. الحيوان المنوي، تخيل حضرتك بقى الحيوان المنوي ما فيهوش ميتوكوندريا. البويضة عندها ميتوكوندريا، يا نهار اسود. البويضة عندها آلاف الميتوكوندريا. الخلية بتعمل انقلاب عسكري، طبعا. اما تيجي بقى الميتوكوندريا تقول لك ايه؟ ما هو انا خلية وعندي دي ان ايه ورايبوزومات، فالدي ان ايه بتاعها يخرف، فالخلية تخاف لا يحصل عندها طفرة. هو دي ان ايه لو لحم في دي ان ايه حصلت طفرة، تصحى الصبح تلاقي نفسك بثلاث رجول. الله، ايه اللي حصل لك؟ الميتوكوندريا عملت انقلاب فدخلت جوه الخليه. شغل الفيروس. يبقى الميتوكوندريا الجسم ساعتها الخليه شافتها فيروس وهي ممكناها وعايشه جواها. كرات الدم الحمراء ما فيهاش ميتوكوندريا. السبرم او الحيوان المنوي ما عندوش حته يبقى فيها ميتوكوندريا. هي الراس والديل، الميتوكوندريا بتجري جنبه بقى، فاهم؟ هو بيعمل ياكل فراكتوز، وخلي بالك هو بياكل فراكتوز وديله بقى الموتيليتي بتاعته دي السائل المنوي بتاعه فيه فراكتوز، مليان فراكتوز، هو عمال ياكل ويتف، فاهم؟ ما هو كده زي كرات الدم الحمراء، ما بتاكل وتف. بتاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. تاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. تاكل ايه؟ جلوكوز وتطلع ايه؟ لاكتيك. حلو الكلام. وخلي بالك غشاء الميتوكوندريا ده شبه الغشاء الخلوي. عارف يعني ايه؟ يعني فوسفوليبيد. افهم يا ابني منك ليه؟ ما هو انت دلوقتي اكتر مكون على وجه الارض مالي جسمك هو الفوسفوليبيد. ليه يا دكتور؟ لانها غير الغشاء الخلوي. وغشاء المكونات الصب خلويه او التحت خلويه او السب اورجانيل. السب اورجانيل يعني ايه السب اورجانيل؟ يعني حضرتك دلوقتي جوه الخليه في مستعمرات، مش الميتوكوندريا بس، لا ده عندها مستعمره تانية اسمها الاندوبلازميك ريتيكولم او الشبكه الاندوبلازميه، عندها رايبوزومز، عندها جولجي اباريتس ده عباره عن ايه؟ عن الجسم ده محوط بايه؟ بغشاء خلوي برضو. يبقى اكتر مكون انت محتاجه الفوسفوليبيد. تصنيع الدهون بقى ما بيتمش في الميتوكوندريا من رحمه ربنا علينا، بيتم بره الميتوكوندريا عشان ما يحتاجناش بقى، لانه ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش حرق، في هدرجه، ما فيهوش حرق. اللي بيتم بره الميتوكوندريا هدرجه. الميتوكوندريا صنعت زي الاي تي بي، ماشي؟ عمليه حرق الدهون ما بتتمش غير في ميتوكوندريا سليمه ومحتاجه وجود اكسجين عشان الميتوكوندريا ما تعطلش. ما عشان كده الميتوكوندريا تعطل لو ما فيش اكسجين، اكنك ما عندكش ميتوكوندريا، عشان كده بتموت. فهمت ولا لا؟ يبقى عدم وجود الميتوكوندريا صعب الحصول عليه، لكن ممكن انا اقطع عندك اكسجين فتموت انت. يبقى الميتوكوندريا عطلت ليه؟ الهيدروجين اتحبس في الغشاء الخارجي ليها اللي هو فوسفوليبيد برضه. تمام؟ الله، قال لك يبقى الميتوكوندريا دي شكلها كده غشاء، يعني شكلها كده كانت خليه. قال لك غالبا زمان من 50 مليون سنه خليه لا هوائيه، من قبل بقى ما يبقى في غلاف جوي بقى والزباله بقى اللي احنا بقى كنا عايشين فيها زمان دي. قبل ما يبقى في غلاف جوي كان الحياه انيروبيك، مفيش حد مفيش حد بياخد اكسجين. اما ظهر الاكسجين وبدأ يبقى في ايوكاريوتيك سيلز اللي هي السيلز البدائيه بقى، اليوجلينا والحاجات دي كلها، تمام؟ كانت خليه ايروبيك او هوائيه، يعني خليه من الخليه الانشنت اللي هي القديمه اللي هي بقى ملايين السنين، كانت خليه هوائيه من الجديده اللي بتعرف تستخدم الاكسجين. عشان كده هو سموها هي رئه الخليه. طب انت بتقول الكلام ده ليه؟ عشان هي فيها دي ان ايه. ولقوا حاجه بقى غريبه، ان البني ادم بيورث الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا من امه بس. فهمت حاجه؟ ما هو ده بقى هنا فايده الميتوكوندريا في الحته دي، في الجينيتيك كونسلنج بقى والتريسنج والتتبع. لقوا ان البني ادمين كلهم رجعوا لام واحده كانت عايشه في افريقيا، مش عارف من كام مليون، خلصنا من كام مليون سنه. ايوه،
ايوه تتبعوا الجيناتيك ماب بتاعه الميتوكوندريا، لان الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا مختلف عن الدي ان ايه بتاع النواه. بتاع النواه انا باخده من ابويا وامي، نص من ابويا ونص من امي. ما هو الحيوان المنوي ما فيهوش غير الدي ان ايه بس، يعني الحيوان المنوي رايح بجلاله قدره ده بيتنطط ده كله، ولا معاه اكل ولا شرب، الرحله بتاعت امه مش عارفها. حيوان ما ولا عنده ميتوكوندريا عشان حيوان برضه. يروح بقى هناك هو ضيف شرف، يخش يلاقي بقى اكل وشرب فاهم؟ يعني انت شفت القصه ماشيه ازاي ولا لا؟ فيمشي ورا الدي ان ايه بتاع الميتوكوندريا، يعرفوا امك في مين، وامك توصل لامها، وامها توصل لامها. عشان كده نعرف نمشي وراها لحد ما نجيب اول انسان وجدوه. لا، الستاتنز بتضرب الميتوكوندريا. كويس السؤال ده اتسال. كل ادويه الستاتنز اللي هو بقى الاتروفاستاتين والاشباه والليبيتور والاتور والزعبوتور والهوتوتور، كل التوتوتور دول بيضربوا الميتوكوندريا. واقرا بقى عليها بعد اذن حضرتك. عشان كده لما حد بيشتكي يقول لك كانوا رابدومايوليسيس، خلايا العضلات اتكسرت واتقطعت دلوقتي عشان كسرنا الميتوكوندريا يا حبيبي. روح بقى خد الاتروفاستاتين، خد الاتور والليبيتور واتبسط. اهم حاجه ال دي ال نزله في الارض، بس ما تزعلش على نفسك تاني. تصنيع الهيموجلوبين، تصنيع الكيتون بوديز، تشغيل الكريبس سايكل، حرق الدهون، الاستفاده من الهيدروجين والاكسيديتيف فوسفوريليشن، كل ده تكوين عملات الطاقه الاي تي بي، كل ده بيحصل جوه الميتوكوندريا. بدايات تصنيع الجلوكوز بتحصل في الميتوكوندريا. الميتوكوندريا ايكوال حياه حضرتك. 45% من خلايا العضلات ميتوكوندريا. تاني نسيج عالي قوي العضلات بتاعت العين. عين حضرتك وقلب حضرتك الاتنين دول فيهم اكتر ميتوكوندريا، اكتر ميتوكوندريا في التاريخ. تمام؟ حاجات فيها الميتوكوندريا مش موجودة الحيوان المنوي. حاجات تانية كرات الدم الحمراء مخلوقة كده. حاجات تالتة العضلات 10% بس اثناء التمرين الشديد او العنيف ما بيبقاش فيها اكسجين، فالميتوكوندريا عطلانه فتسخن ويحصل فيها لاكتيك اسيدوزس فتقف. عشان كده ربنا خلق لها جوه حاجه اسمها مايوجلوبين، عشان هو فيه اكسجين ريزيرف غير الهيموجلوبين اللي انت قفلت عليه بعضلات حضرتك. ما انت ما عملت ايدك قوي كده، قفلت الدم اللي داخل مش عارف ايه، عماله تحرق في ايه بقى؟ ما الدم ما وصلش، مفيش اكسجين وصل لي، مفيش اكسجين وصل لي، فالاكسجين ما وصليش، حصل العضله بدات تحرق سكر. الميتوكوندريا حاجه مهمه قوي قوي وفايتال لحياه حضرتك. المخ ما يقدرش يعيش من غيرها اكتر من 3 دقائق بعد انقطاع الاكسجين. الادويه اللي بتتفاعل او بتتعامل معاها ممكن تضرها. الميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج بالمناسبه ممكن يضايقها، الجلوكوفاج ممكن يعورها. الكولشيسين بيتاثر عليها. ادويه الكوليسترول بتعورها. دي الميتوكوندريا ما ينفعش نهزر معاها. الميتوكوندريا بتتورث من الام بس. النظريه السائده ان هي غالبا كانت خليه هوائيه كلتها خليه غير هوائيه، عشان كده هي ليها شغل اندبندنت. كل اللي انا حكيت عليه ده ملوش علاقه بالانسولين بالمناسبه. يعني السكر اللي دخل الخليه دي ما دخلهاش بانسولين، واما انا دخلت الكريب سايكل ما دخلتهاش بانسولين، واما حرقت الدهون كان لازم يكون الانسولين قليل. يا رب اكون وصلت لكم الكلام.